ما من مسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام من السبت للخميس إلا ربنا سبحانه وتعالى بعث ملائكة تنقل سلامك عن النبي عليه الصلاة والسلام تروح توصل لسيدنا النبي. متى؟ من السبت للخميس إلا يوم الجمعة. فما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة، صلوا على رسول الله، ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة اللي هو من المغرب اليوم لحد مغرب بكرة الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. أنت اليوم إذا بتصلي على النبي البث مباشر بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على النبي، أيوة اذكر، قول اللهم صل على محمد. البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي عليه. إذا كان يوم الجمعة أول ما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، رد الله علي روحي حتى أسمعه فأصلي عليه. فأنت اليوم لما بتصلي على سيدنا النبي بيسمعك وبيرد عليك السلام. وإحنا لازم نعود النبي على سماع صوتنا. مش امبارح حكينا الملائكة قالت يا ربنا صوت مألوف اللي هو صوت سيدنا يونس في مكان غير معروف، متعودين على الصوت. فأنت من اليوم عود النبي على صوتك، عود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوتك عشان بكره. مش حكينا بالدرس رقم 2 قلنا كيف ندخل الجنه، انه بيطلع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عن يمينه ابي بكر وعن يساره عمر ومن قدامه سيدنا عثمان وبيمشي وراه سيدنا علي، وقال هكذا ندخل الجنه غدا. ماشي النبي عليه الصلاه والسلام ومعه الصحابه واحنا بنفوت وراه عشان لما تنادي عليه يسمعك. لما تقول له يا رسول الله يسمعك النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان يصلي علينا يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، هذا كان كل يوم جمعة نسمع صوته. النبي ألفان صوتك عليه الصلاة والسلام. فاليوم ما فيش واحد منا بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله على النبي روحه ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام. نكثر الليل من الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام.